كمان في كرات كتيره جدا بالنسبه للمنافس، وده بيدي راحه نفسيه عاليه جدا لكل اللاعبين الموجودين لاي فرقه. ربما لذلك كان ركز عليه ديل بوسكي حتى انه لم يلعب اي مباراه في الموسم الماضي بعد الاصابه بعد 23 من يناير. اشترك في مباراه الوديه ولعب كاس دوري الكونفدراليه. لو اي حارس مرمى غير كاسياس كان قاعد على دكه البدلاء في ظل توجهه كان مات، انتهى كرويا. نعم. انما اعتقد ان بالعزيمه دي والصبر دي انه يرجع ومفيش اي تراجع لمستوى كاسياس، ده السهل اللي هو موجود عنده. في بنتكلم عن رونالدو وميسي بيلعبوا السهل دايما، برضه حارس المرمى لازم ياخد دوره. ايكر كاسياس حارس سهل لكل اللعيبه اللي معاه، وبيدي سهوله كمان في ان هو طمانينه عاليه جدا لكل اللعيبه. فبذلك السؤال يقول لنا هل كاسياس الان بهذا المستوى ولا يلعب؟ فتخيل معي لو كان يلعب، لو كان كثير من الدقائق. المباراة التي قدمها امام اليوفنتوس في دوري الابطال كانت مباراة كبيرة جدا وانقذ ريال مدريد 4 أهداف او 5 أهداف. هناك حالة اخترتها قبل ان ياتي بين قوسين بالنسبة للمدريدين الفرج قبل ان ياتي هدف بنزيما كان هناك صعوبة في الوصول إلى مرمى الإسبانيول. بنتكلم على تنظيم الدفاع 4-1 ده نفس الأسلوب اللي لعب بيه هجيري في المباراة الأولى أمام مع ريال مدريد وكسب 1-0 ريال بضربة ثابتة البيبي. هنا في شاف الكثافة الهجومية بتاعة الريال قليلة جدا، ما فيش إلا 3 لاعبين، عكس اللي بعد الهدف جه أكتر من 5-6 لاعبين بمارسيلو بدي ماريا ببيل برونالدو بنزيما كمان مودريتش زود كتير أربيلوا. الضغط اللي كان موجود على كل لاعب من حامل الكره بالنسبه للريال، ده اللي عمل بعد كده الريال ان اتحرك كتير. اللاعبين الاماميين عملوا فك للغز او اللاعبين التكدس الدفاعي اللي موجود بالنسبه للاسبانيول. اذا لاعبو الاسبانيول بداوا يعودون الى المستطيل الاخضر، ايضا لاعبو ريال مدريد وكاسياس يتقدمهم.